الو. ايوه يا فندم. العدد الحضري معاك، اتفضل. ايوه يا فندم، مع حضرتك محمود كمال الخنكي، امين معمل باداره الضبعه التعليميه. إدارة الطبعة التعليمية تبع محافظة ايه؟ مطروح. تبع محافظة مرسى مطروح، اتفضل. مطروح. الطلبات احنا بنستغيث بطلبات النقل الخارجي بتاعتنا، احنا معينين 2004 دفعه 2004. السيد وكيل الوزاره اللي هو الحالي نقل 45 واحد مننا من اسمه ايه؟ صفي الدين حسين، حاجه زي كده. نقل 45 مدرس زميل لينا من لينا 4 اشهر. ده تحت تغطية، وهم عملوا ال 45 دول يوم ال 45 زميل لينا دولت. في اللي جاب دور ورق صحي، وفي اللي عمل حاجات بالواسطه وبالوساطه، وفي اللي دفع فلوس، وبقيه الدفعه ما نقلوهاش. قدمنا زينا زيهم السنه اللي فاتت، طلباتنا وقفت، ما تعملش فيها حاجه. لما جينا نقدم السنه دي طلبات النقل بتاعتنا خارج استماره 1 تنسيق واستماره 2 تنسيق، قعد يعمل مشكله عليها. ولما يجي لي البديل قمنا عملنا وقفه احتجاجيه. الكلام ده كان من شهرين. بعد كده قبل مننا الورق، قالوا اخلصه لكم، واتفق معانا على ميعاد بعدها باسبوعين. قال دلوقتي انا احنا موجهين ومش بكم وما تقلقوش، واتفقنا خلاص. برغم ان في قرار، رغم احنا لما تعيننا في 2004 كان في قرار منزله الفريق محمد الشحات محافظ مطروح انذاك، اللي يكمل 5 سنين في محافظه مطروح يحق له النقل لمحافظته او اي محافظه اخرى. وفي الفتره اللي كان ماسكها محمد الشحات كان اي مدرس او اي موظف بيعدي عليه 5 سنين كان بينقل بدون مشاكل. بعد كده المحافظ اللي جه بعديه ما كانش بيعمل اي شيء، اللي هو سعد خليل. بعد كده قعد سنه، جاء احمد حسين اللي هو لسه سايب المحافظه ما يكملش من 3 اسابيع، كان نفس النظام. فجانا دلوقتي محافظ جديد ما بقالوش اسبوعين. فاحنا خدنا كذا ميعاد منهم، مفيش برضه رجع، وموقفين الورق كان المفروض اخر ميعاد ليه 30/4. بعد كده الوزاره عملت التماس شهر زياده 30/5، واستماره 1 تنسيق و2 تنسيق دي ما بتستناش توقيع المحافظ عليها لا موافقه ولا غير موافقه. تنسيق بالمديريه بياخد الورق ويستلمه قبل 30/5، وبعد كده بيتم مسلمه، وبقت مندوب خاص من المديريه يسلمه قبل نهايه 30/5 للوزاره. وبعد كده هم بيبعتوا بقى التنميه الاداريه والتنظيم والاداره. وجاء بعدها هم رافضين لحد الان. اللي رافضين دول مين؟ اللي هو وكيل وزاره وشؤون العاملين والتنسيق بدون عامل مديريه. لما رحنا اشتكينا للمحافظه قالوا مشكلتكم مع وكيل الوزاره. لما رحنا لوكيل الوزاره قال مشكلتكم مع المحافظه. لما حصلت الثوره والحاجات دي، الجيش طبعا اللي حاكم البلد، جه كان الحاكم العسكري من قيمه شهر ونص كان اسمه العميد رفيق، جاب لنا وعد تأشيرة من المحافظ احمد حسين السابق ان احنا ورقنا هيسافر ومالناش دخل بعجز او بدون عجز. رجعوا تحججوا لنا تاني ان لازم عشان تمشوا لازم توافروا البديل، تمشوا وتسيبوا درجتكم خاليه هنا. فرض درجه في المحافظات اللي انتوا رايحين لها، مع العلم ان ال 45 زميل لنا دولت نقلوا بدرجاتهم تمام، ما احتاجوش. دي حجه. عملنا وقفه احتجاجيه تانية ورحنا مكتب وكيل الوزاره، وجاء في وقتها سدينا معاه، وزميل لنا كان هيحرق نفسه في اليوم ده، كان هيولع في نفسه من كتر الزهق. مين ده اللي كان هيولع في نفسه؟ اسمه ايه؟ مدرس من براني، ما اعرفش هو اسمه يحيى، بس ما اعرفش اسمه بالكامل بصراحه، لاننا بالظبط 106 مدرس ومدرسه. استثنوا منهم 8 قالوا دولت ما يطبقش عليهم الشروط ما يكملوش. ال6 دولت مدرسات، في اللي كانت بتاخد اجازه رعايه طفل ورضاعه وحاجات من، فما كملوش ال5 سنين فعليه. في 96 يكملوا ال5 سنين فعليين، دولت اللي يحق لهم النقل. قلنا خلاص ما فيش مشاكل. وكان في الوقت ده معانا في المقابله دي مدام منى عندي اللي هي بتاعت اذاعه مطروح، وسجلت الحوار وسجلت المناقشه ما بيننا وبين وكيل الوزاره، وهو اقسم لنا معاك نسخه منها.
من التسجيل ده. لا هو دي كانت بتسجل في الريكوردر عشان الاذاعه بتاعت مطروح. لا لما اتذاعت ما سجلتهاش؟ لا انا ما قالتلناش الميعاد، هي قالت تتذاع خلال اليومين دول. ده وعد واقسم ان خلال اسبوع هيخلص الورق. الكلام ده كان امتى؟ كان في اخر شهر 3. لما جينا في شهر 2 عملنا وقفه احتجاجيه برضو يوم 12/2. قال يا جماعه معلش انا عليا ضغوط، تعالوا لي يوم 20/2 بس اللي تقولي. رحت انا وكان معايا واحد زميلي اسمه تامر من اداره الحمام. رحنا قعد ثبتنا وجاب بتوع التنسيق، ويا جماعه لسه طلبات النقل اخر ميعاد ليها 30/7. ازاي 30/7 وجاي في الاستماره والنشره اللي جايه من الوزاره اخر ميعاد اقصاه 30/5 تسلم في الوزاره. يعني تسافر من المديريه للوزاره قبل 30/5. قاعدين بيخترعوا كل مدى في حجج. مشينا يوم 20. طب حضرتك قدم الشكوى بتاعتك في بنود معينه 1 2 3. نمره 1 بنود الشكوى بتاعتي تعنت محافظ مطروح وتعنت وكيل الحالي. محافظ مطروح الحالي النهارده كام في الشهر؟ النهارده 4/5 4/5/2011. دلوقتي الساعة 6:30. قولهم تاني حضرتك. تعنت محافظ مطروح الحالي النهارده اليوم 4/5 2011 الساعة 6:30 مساء. الساعة 6:30 مساء. اتفضل كمل شكواك. وتعنت وكيل الوزارة باختراع حجج لينا بحيث ان هو ما يمشيناش. وبيختار اساليب ملتوية وبيبلغ المحافظ كلام وبيرجع يبلغ الحاكم العسكري كلام. المستشار العسكري كان معانا برضه من قيمة 4-5 معاك ادله على الكلام ده اللي انت بتقول لك بيبلغ؟ دول كلام والثانيين كلام تاني. معايا زملاتي معاك زمايلك يشهدوا يعني يشهدوا كده. تمام راح قال للحاكم العسكري ورقهم. طيب طلباتكم ان احنا عايزين استمرار تنسيق واثنين تنسيق تسافر مع مندوب المديرية وانا هسافر معاه لان انا من القاهرة. هسافر معاه ويشرفني يقعد عندي اسبوعين. المهم الطلبات تخلص طالما هي خالصة ومختومة وجاهزة. مبقاش داخل بقى. بتقدم شكوتك لمين؟ انا بقى شكوتي للمجلس العسكري. المجلس العسكري؟ وزير التربية والتعليم؟ وزير التربية والتعليم وكل من يهمه الامر. حضرتك هننشر الكلام ده حالا على مسؤوليتك. مفيش مشاكل. طيب احنا هننشر الكلام ده على السايت على مسؤولية حضرتك، وانتوا هتتبنوا المتابعة ونشر الموضوع وتوصيله الموقع او الرابط بتاعنا للمسؤولين سواء في الوزارة او مجلس الاعلى للقوات الاعلى. يا فندم مفيش مشاكل. واحنا عملنا اعتصام من اول امبارح وسنة الاغراف امبارح. هل في اعتصام ما زال حالي موجود؟ حاليا لا. اكتب اسماء الناس المعتصمين والعنوان وبعتهم لي على نفس السايت اللي انت شفته. خلاص مفيش مشاكل. حالا مدعم وانا هنشر ده حالا وانتوا تعلقوا عليه وان شاء الله هننهي على المشكلة دي اذا كان في مظلوم او اجلنا حضرتك الاعتصام. اجلته الاعتصام لحد يوم الاحد لان النهارده كان في لقاء جماهيري وده اول لقاء جماهيري يعمله المحافظ الجديد مع الجماهير. والمحافظه رفضت انها تدخلنا اللقاء الجماهيري. اللي بيخش اللقاء الجماهيري بيكتب طلب قبلها. يعني هو كان عامل لقاء جماهيري بخصوص الموضوع ده ولا عامة؟ لا لقاء جماهيري عامة. محدش دخل منكم يمثلكم؟ لا عشان ما كتبناش طلب انما احنا كنا معتصمين بقالنا 3 ايام. النهارده اليوم الثالث معتصمين في اي منطقة بالظبط؟ امام مبنى المحافظة. ممكن حضرتك تلقط لي صورتين 3 على الاعتصام ده وتبعتهم لي على السايت اللي انا خدت منه التليفون بتاع حضرتك. المشكلة ان حضرتك حاليا احنا فضينا يعني اجلنا الاعتصام. طيب يبقى اكتب لي اسماء وعناوين وتخصصات الناس دي في صفحة كده وابعتهم لي برضو على نفس الكلام وموقع عليه ان امكن
ويكون مدعم وتعلقوا تعليقاتكم على التسجيل الشكوى بتاعت سيادتكم. شكرا. للعلم برضو للعلم احنا اجلنا الاعتصام لان النهارده وكيل الوزاره بعد ما نزل من الاجتماع مع المحافظ من اللقاء الجماهيري بنساله قال الطلبات بتاعتكم والاوراق بتاعتكم كلها عند المحافظ فانتظروا ليوم الاحد. فاحنا طب حضرتك احنا ننتظر ولا نذيع دلوقتي؟ لا اللي انت شايفه صح ان احنا كده كده رايحين يوم الاحد. رايحين الورق ما خلص وقتها خلاص. احنا المره دي كنا رايحين بطولنا، المره الجايه هننصب خيامنا وهنعمل طب احنا مش عايزين يعني احنا مش عايزين مشاكل تتفاقم. فانت شايف انت بتقول احنا ننشر قبل ما تحصل مشكله عشان المشكله تتحل. ايوه انت مش اول واحد. اتعرف بس حضرتك تاني. محمود كمال الخنكي، امين معمل باداره الضبعه التعليميه في محافظه مرسى مطروح. شكرا يا فندم. شكرا. سلام.